بيت في حارة شعبية، بيت بسيط وعيلة بسيطة، أب وأم و4 بنات عايشين حياتهم عادي لحد ما حصلت كل حاجة في يوم وبدون أي مقدمات وقلبت حياتهم لجحيم. كانوا قاعدين على الطبلية بياكلوا رز وملوخية وفراخ، وفجأة ظهرت قطة سودة غريبة دخلت عليهم. قطة عيونها كبيرة ومرعبة زي ما تكون طالعة من فيلم رعب. فضلت تلف حوالين الطبلية وبتبص لكل واحد فيهم، بتبص لهم بشكل غريب. وبعد ما كان الكل كان مركز في الأكل بدأوا يحسوا بخوف من نظرات القطة، والقطة فضلت تمشي وراحت قعدت جنب البنت الوسطانية اللي اسمها سارة، ودي كانت عندها 16 سنة وكانت هادية ومش بتتكلم كتير. أبوها حسن حس إن الموضوع مش طبيعي وقام علشان خاطر يمشي القطة، لكن القطة ما كانتش راضية تتحرك، زي ما تكون كانت لازقة على الأرض. الأم فاطمة قالت سيبها يا حسن، حرام، يمكن تكون جعانة. حسن مش مقتنع بس هو عاوز يخلص، رمى للقطة لقمة أكل. القطة شمتها وسابتها وما كلتش. فاطمة قالت لحسن حط لها شوية طبيخ من اللي بناكله، يمكن مش عايزة كده. حسن باستغراب سمع كلام مراته وحط شوية ملوخية مع رز في لقمة واداها للقطة. القطة بصت له بصة غريبة، شمت اللقمة وبرضه مرضتش تاكل. حسن زهق وتعصب وزعق بصوت عالي خد اللقمة دي وامشي من هنا، وقام علشان خاطر يضربها. ومرة واحدة ومن غير أي مقدمات سارة بنته اللي كانت القطة قاعدة جنبها اختفت، زي ما يكون الأرض بلعتها. العيلة كلها صرخت مرة واحدة، الطبلية اتقلبت والأكل وقع، وصوتهم كان عالي لدرجة إن الجيران في الحارة كلها سمعت الصوت. الناس جريت على البيت وكسروا الباب وهم فاكرين إن في مصيبة، يمكن النار مسكت في البيت أو حد مات. ولما دخلوا لقوا العيلة في حالة رعب وهستيريا وعمالين يصرخوا ومش عارفين يعملوا ايه. الجيران حاولوا يهدوهم، وبعد ما هدوهم شوية سألوهم هو ايه اللي حصل. حسن وفاطمة حكوا قصة القطة واللي حصل لهم، وطبعا واكيد في شوية من الجيران اللي دايما بيشككوا في كل حاجة، وكانوا ردهم قالوا ان تلاقي البنت هربت مع حد، وعاملين التمثيلية دي علشان يداروا على الفضيحة. لكن الجيران اللي كانوا قريبين منهم اللي هم يعرفوهم كويس صدقوهم وقرروا ان هم يساعدوهم. بعد 3 أو 4 أيام من الحادثة الناس جابوا الشيخ اسمه الشيخ محمود. الشيخ ده معروف ان هو صادق وقادر في الحاجات دي. المهم الراجل دخل البيت وحكوله على كل حاجة بالتفصيل. الشيخ قعد وفضل يقول كلام مش مفهوم، محدش فاهم حاجة، كلام زي طلاسم. ومرة واحدة وقف عن الكلام ولقيناه بيقول هو في مكان قذر هنا، مكان زي خرابة أو بيت مهجور. قالوا له أيوة يا شيخ، في جنبنا خرابة بنرمي فيها الزبالة والطيور الميتة. طيب ممكن توروني المكان ده؟ وراحوا للخرابة والشيخ قعد يقول كلام تاني مش مفهوم، وطلع من جيبه ورقة وقلم أحمر كتب عليها حروف وأرقام زي الطلاسم، وقال للناس اللي معاه محدش يتحرك ولا يجي ورايا، أنا حذرتكم، لو حد عمل كده أنا مش مسؤول. طبعا الناس خافت وسمعوا كلامه. وفجأة الأرض اتفتحت زي ما يكون سلم ظهر تحت الأرض، والشيخ نزل لوحده على السلم، والناس بره مرعوبين من اللي شايفينه، هما مش مصدقين ايه اللي بيحصل ده. الشيخ فضل يمشي في ممر طويل تحت الأرض لحد ما وصل لمكان زي قصر كبير، وهناك شاف جن اسمه العمدة قاعد على عرش ضخم ولابس تاج وعامل زي الملوك، وفي ايده عصاية كبيرة. الشيخ وهو محصن نفسه بالقرآن وآية الكرسي كلم العمدة وقال له في واحد منكم أخد بنت من الإنس ولازم ترجعوها. العمدة ده رد بصوت مرعب وعيونه زي ما يكون جمر، عينيه مولعة نار، وقال له طالما جت هنا يبقى خلاص ملهاش رجعة، ده واحد مننا عاشقها وجابها بمزاجها. الشيخ استغرب وقال له ازاي بمزاجها، دي ما تعرفش حاجة، انتوا مسيطرين عليها. العمدة زعق وخبط عصايته في الأرض، انتوا الإنس ما ينفعش تاخدوا حد مننا. الشيخ قال له طيب خلاص رجعوا البنت لعالمها وبيتها.
العمدة بعد نقاش طويل أمر إنهم يجيبوا الجن اللي أخد سارة. الجن جه وسارة معاه كانت زي المسحورة مش حاسة بحاجة. العمدة سأل الجن انت ليه أخدتها؟ الجن رد عليه رد غريب جدا. الجن قال له هو اللي قال لي خد اللقمة وامشي. في الوقت ده الشيخ فهم ان الأب حسن لما قال للقطة خد اللقمة وامشي كان غصب عنه فتح باب للجن ده. العمدة قال للشيخ خلاص خد البنت وامشي بسرعة. الشيخ أخد سارة وطلع بيها من السلم وقفل الأوضة بالورقة والطلاسم اللي كان كاتبها. ولما رجعوا البيت الناس ما كانتش مصدقة ومذهولة. سارة رجعت زي ما هي بس كانت مش فاكرة أي حاجة. طبعا الناس سألوها كنت بتعملي ايه وايه اللي حصل؟ قالت وهي سرحانة ومش مستوعبة هو أخدني ونزلنا تحت، كان بشكله الحقيقي بس ما خوفنيش. فضل يوريني مخازن كبيرة مليانة دقيق وقمح وكل حاجة، وقال لي ان دي الحاجات اللي الناس بتمد ايدها عليها من غير ما تذكر اسم الله، فهم بياخدوا البركة بتاعتها. سألوها ما خفتيش من شكلهم؟ قالت لا ما خفتش. والشيخ وقتها قال ان الجن ده كان مسيطر عليها علشان ما تخافش وتموت من الرعب. والحمد لله الموضوع عدى والشيخ حصن البيت كويس وادالهم تعليمات يعملوها كل يوم، تعليمات زي قراءة القرآن ونذكر ربنا على كل حاجة، وما سووش الخرابة دي جنبهم زي ما هي ونضفوها. والحارة كلها لحد دلوقتي بتحكي عن اليوم ده، اليوم اللي القطة السوداء دخلت بيت حسن وفاطمة وأخدت سارة. ودي كانت قصتنا النهاردة. ولو عجبتك القصة ياريت تعمل اشتراك وتعمل لايك وتعليق حلو كده على ذوقك، وما تنساش تعمل مشاركة للقصة. سلام.